السلام عليكم متتبعي قناة كوثر للاستفادة. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطبق اللي تيجي بنين بزاف ورائع. طبق اللي كنا كنحضروه من زمان، يعني اللي كانوا جدود ديالنا كيحضروه باش كيخزنوا اللحم، لكن حاليا ولا طبق رئيسي اللي كنحضروه كوجبة وكنتناولوه في اي وقت في اي مناسبة، وخاصة في العيد الاضحى. المروزية اللي هو واحد المزيج ما بين الحلو والمالح اللي معروف به الاطباق المغربية، اللي تيجي رائع جدا. فتبعوا معايا باش تعرفوا الطريقه باش ينجح معكم ان شاء الله. فبالنسبه للمكون الرئيسي اللي هو اللحم، فالكميه ديال اللحم كتبقى على حساب الذوق وعلى حساب يعني عدد الافراد وعلى حساب الضيوف ديالكم الا كانوا عندكم ضيوف. فالكميه نتوما كتحكموا فيها. فهنايا غادي نستعمل معكم هذه الكميه. غير بالنسبه للحم حاولوا تاخذوا داك اللحم اللي كيكون فيه العظم واللحم، وهو اللي كيجي زوين في هذا الطبق هذا. صافي غادي ناخذوا التوابل ديال المروزيه. يعني حاولوا هاد التوابل تكون عندكم طريه، يعني طحنوها من الاحسن على يديكم ولا عند العطار على يديكم، باش هكا كيجيو المذاقات كيجيو زوينين. فالعطريه ديال المروزيه معلقه كبيره ديال العطريه ديال المروزيه، معلقه صغيره ديال القرفه، ديال الخرقوم، ديال السكنجبر، ديال الابزار، وشويه ديال الملح حاولوا ما تكثروش منها، لحقاش هاد المروزيه كتجي يعني خاتره وكتجي مقليه، وفي نفس الوقت غادي نستعملوا فيها حتى السمن اللي حتى هو كيزيد يملحها. فاستعملوا غير واحد شويه د الملحه. هنا عندي الثوم، عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم اولا دقوهم في المهراز، فالمهم يكونوا مدقوقين من الاحسن. صافي هنايا غادي نستعمل ايضا زعفران شعره، زعفران الحر. دفيت شويه ديال الماء، واحد ربع كاس د الماء، ودرت فيه داك زعفران الشعره، شويه ديال زعفران الشعره. هذا الشيء باش غادي نخلطوا دوك التوابل. فاللي ما متوفرش عنده ممكن يستغنى عليه ويدير غير الماء، شويه ديال الماء. صافي باش غادي نساجموا هاد التوابل ونتبلوا هاد اللحيمه ديالنا. فهاد الخطوه مهمه بزاف باش يجيكم هاد اللحم مشرب هاد التوابل. فكنتبلوه من الاحسن هكا. الا كنتو غدا غادي طيبوه، فديروا هاد الخطوه هذه بالليل، وحاولوا تبلوه هكا مزيان وسدوا عليه بالسلوفان مزيان باش ما يعطيش الريحه في الثلاجه، واحتفظوا به في الثلاجه حتى الغدا الصباح باش كيتشرب كيجي غزال ملي كيتشرب هاد التوابل. اللي ما عندوش الوقت وهكا ما نسيتو ما شرمتوش، فخليوه على الاقل واحد الساعه يزيد يتشرب هاد التوابل. صافي انا هنايا كنحاول هكا نحل اللحم وندخل ديك التوابل من الداخل، ونحاول هكا نشرم اللحم مزيان باش هكا كتدخل فيها اللحم مزيان. صافي هنايا ملي ساليت غادي نغطي هاد اللحم ديالي وغادي نخليها في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله. فغادي نكمل معاكم. المهم اللي زربان يعني ماشي مشكل، على الاقل واحد سويعه المكانه باش هكا كيجي مختلف الا طيبته مباشره. صافي هنايا غادي نطيبو معاكم. غادي ناخذ واحد الطنجره، من الاحسن تكون هكا واسعه باش هاد اللحيمات ملي تبغيو تحركوهم يعني تلقاو فين تحركوهم باش ما يبقاش يتفرتت لكم اللحم. صافي هنا ديك الشرموله اللي بقات ليا كنكب عليها واحد شويه د الماء وكنهبطها حتى هي ضروريه. وهنا السمن ديالي اللي سبق لي وحضرته معكم اللي كيجي رائع، يعني من العام الفايت. شوفوا ما شاء الله ما كيخسر ما حتى شي حاجه، والريحه ديالو فايحه. يعني اللي بغى الفيديو راه موجود في القناه، نخلي لكم الرابط حتى هو في صندوق الوصف. غادي نستعمل هنايا الا كان عندكم يعني فايح بزاف حاولوا تستعملوا غير نص معلقه كافيه. هنا درت عويده ديال القرفه ونص كاس ديال زيت العود، اولا ديروا خليط ديال زيت المائده وزيت العود نص كاس صافي، لان هي كتقلى باش ما نزيدوش ليدام بزاف. واللي عنده اللحم شحمه ممكن ينقص على هاد الكميه. صافي انا هنايا غندير الطاوه ديالي باش تشحر. غادي نستعملوا الزبيب وغادي نستعملوا ايضا اللوز. بالنسبه لكميه الزبيب عندي 200 غرام ديال الزبيب و100 غرام ديال اللوز، غير للتزيين هكا ممكن تزينوا باي حاجه اخرى. هنايا درت هاد الحيمه ديالي باش تقلى، ضروري هاد الخطوه مهمه بزاف. حاولوا النار غير تنقصوا ليها هكا تكون متوسطه غاديه هكا المهيله، وخليوها تقلى على خاطره، وانتم مره كتحركوها وكتقلبوا ديك اللحيمه. تشوفوا معايا كيفاش كتحمر لكم وانتم باقي ما طيبتوها، يعني اللحم كتاخذ واحد اللوين زوين وكتشرب ديك التوابل فكتجي بنينه ما تشبعوش منها. يعني ضروري هاد الخطوه هذه، وحتى ديك الثومه حتى هي ملي كتشحر كتزيد تطلق البنه ديالها. صافي من بعد كنديروا الماء ديالنا. حاولوا الماء ما تكثروش بزاف د الماء، غير هكا تغطى لكم اللحم. صافي لان هنايا كنقفلوا عليها في الكوكوط، فاللي بغى يخليها غير هكاك يعني غير مغطيه فزيد واحد شويه د الماء ونقصوا ليها وخليوها طيب على خطره. اللي زربان يستعمل الكوكوط، انا هنايا قفلت عليها. صافي ها هي حليت عليها لقيتها طابت، غير ردوا معاها البال. اللحم يعني ما شاء الله كتكون دغيا كطيب، فما غاديش تطول لكم بزاف.
داكشي علاش ما كثروش الماء بزاف. صافي هنايا شوفوا معايا الزبيب ديالي 200 غرام ديال الزبيب رطبته في الماء. غادي نوضع دابا الزبيب، ملي كتحلوا عليها وتلقاوها طابت كان داك الساعات كنديروا الزبيب وغادي نحرك هكا باش داك الزبيب يهبط باش يطيب. دغيا حتى هو كيطيب لانه مفزك ما كياخذش وقت طويل. وغادي نخليوها والنار مهيله يعني متوسطه غا ديال مهيله هكا، ما تجهدوش البوطه لان في هذه المرحله هذه ملي كنحلوا عليها وكيبقى شويه د المرق، فما الا جهدتوا عليها دغيا ديك العطريات ديك التوابل اللي استعملنا غيتحرقوا لكم. فهنا عندي نص كاس ديال العسل اللي هما 4 ديال الملاعق كبار. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، كيعجبكم حلوه ممكن تزيدوا اولا ممكن تنقصوا. فانا هاد الحلاوه بالنسبه لي جاتني هي هذيك، ماشي حلوه بزاف لان حتى الا حليتوها بزاف فما كتقدروش تاكلوها بقوه الحلاوه. 4 ديال الملاعق كافيين كبار ديال العسل. صافي كنبقى هكا مره مره كنبقى نحرك وانتم عينيكم عليها، ما تغفلوش عليها لان غتلصق لكم داك اللحم وقدرت تحرق لكم، ما غاديش تجيكم زوينه. وخصوصا فاش كنكبوا هكا العسل شوفوا معايا دغيا كتبدا تستغمر واللحيمه ديالنا كتعسل، كتاخذ ديك اللوين قهيوي الزوين ديال المروزيه وكتعسل لينا. والمريقه شوفوا معايا ها هي واجده. صافي هنايا عقدات، يعني فاش كتعقد لكم هكا المريقه صافي كتعرفوها واجده. غير يديكم عليها مره مره حركوا ديك اللحيمه ديالكم وديك الزبيب. صافي راه الزبيب دغيا كيطيب شوفوا ما شاء الله. صافي هنا غادي نقدمها معكم في واحد الطبق ديال التقديم. التزيين كيبقى اختياري والتقديم كيبقى اختياري، والكميه ديال اللحم كتبقى عاوتاني على حسب كما سبق وذكرت عدد الافراد. فانا غادي نقدم في هذا الطبسيل هذا. شوفوا يعني الزبيب حاولوا ديروا حتى الاخر باش هكا ما يطيبش لكم اكثر من القياس، كيبقى هكا باين الشكل ديالو. فكتجي رائعه وانا عزيز عليا هذه الاكله صراحه. كتجي بنينه لا بدا يعني نحضروها مره مره، وفي العيد لا بدا ايضا نحضروها. فمن الاطباق المغربيه الرائعه. هنايا اللوز غادي نزينها باللوز، نتوما تزينوها باي حاجه، ممكن تخليوها غير هكاك فرا كتجي بنينه. نزينوها بشويه ديال القرمشه، شويه ديال اللوز اللي مقلي. اللوز حاولوا ديروه في قليوه في الزيت اللي يكون بارد. صافي كتفسخوه يعني حيدوا له قشره وقليوه في زيت بارد على نار تكون متوسطه باش ما يتحرقش لكم. هنا زيت زينته بشويه ديال الكركاع وهذا هو الشكل النهائي. فرا تيجي واحد الشكل ديالها زوين وواحد البنه واحد المذاق صراحه زوين. كنتمنى المبتدئات يجربوه وينجح معكم ان شاء الله، وكتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وكيفاش جاتكم والراي ديالكم فيها. وإلا جربتوها ايضا قولوا لي كيفاش طلعت لكم. شوفوا معايا اللحيمه كيفاش كتجي من الداخل، يعني كتجي بنينه وكتجي يعني طايبه وفتيه ومعلكه. ايوا بالصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. شاركوا هذا الفيديو اللي عجبكم مع اي واحد كتعرفوه، وما تنساوش الجداد ديروا لي جيم وابوني. ايوا ان شاء الله في شي طبق اخر ان شاء الله.